السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أنا طالع أكلمكم في 3 مواضيع أو في 3 حاجات. أول حاجة والقضية اللي شاغلة الناس كلها قضية كهرباء. تاني حاجة قضية القيد بتاع نادي الزمالك. تالت حاجة موعد عودة فريرة. أول حاجة هنتكلم عن قضية كهرباء. كهرباء لاعب هارب، لاعب هارب. كان موقوف وكان عليه فلوس. القرار بتاعه طلع. القرار بتاعه طلع بالايقاف. قرار هيتظلم وياخد مهلة سداد عشان يسدد الغرامة اللي عليه. احنا قلنا من الفيديو بتاع امبارح ان الغرامة تضامنيا مع نادي قفش البرتغالي، وقفش خلاص كده مش هيدفع. في كهربا ملزم انه يدفع قيمة الغرامة كاملة. فكهربا هياخد مهلة يدفع فيها الغرامة. لو المهلة دي عدت والغرامة ما تسددتش لنادي الزمالك، الإيقاف هيبقى نهائي. حتى لو دفع الإيقاف هيبقى نهائي. يعني هيدفع وهيتوقف لحد ما فترة الإيقاف تنتهي. دي كده الخلاصة في موضوع كهربا. فكهربا كده كده دافع، كده كده موقوف. فريرة أول ماتش هيمسكه تاني. فريرة لحد ما انا بتكلم دلوقتي ما نزلش الملعب وما نزلش التدريبات، واللي بيمرن الفريق الكابتن اسامه نبيه. فريرة اول ماتش ليه رسمي تاني هيبقى ماتش شباب بلوزداد في البطوله الافريقيه في دوري المجموعات. ف... فخلاص هو النادي اعلن عوده فريرة للتدريب، وان الكابتن اسامه نبيه هيعاونه تاني. بس فريرة مصمم على مدرب عام اجنبي. احنا كده كده اجواش والاستاف اللي كان معاه مشي، فهو طبعا المفروض ان هو ان هو على المستشار لما قال عودة فريرة هيكمل بالجهاز الموجود اسامه النبي واحمد عبد المقصود. هو عايز مدرب عام اجنبي. ففريرة راجع. والكابتن اسامه نبيه هو اللي هيمسك ماتش فاركو الجاي يوم الاثنين الجاي. فخلاص لا مفر فريرة مدير فني نادي الزمالك من تاني. الموضوع التالت وموضوع القيد. موضوع القيد فيه لغط كبير قوي. بس الزمالك أيد لاعبته على السيستم. بما ان هو أيد لاعبته على السيستم يحق ان هو يستخرج كارنيهات اللعيبة ال3 لعيبة بتوعه. ناهيك بقى ان اتحاد الكرة مأيد للزمالك لاعبين في الناشئين ومطلع له الكارنيهات بتاعتها خلال شهر واحد. انت منين مأيد لي لعيبه في الناشئين ومنين مش عايز تطلع لي كارنيهات لعيبه بتلعب في الفريق الاول؟ معنى كده ان في تعنت واضح ضد نادي الزمالك او ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ان المشكله مشكله شخصيه مش مشكله نادي الزمالك. نادي الزمالك عليه مديونيه، علينا مديونيه. بس الفرق كلها عليها مديونيه. ال17 فريق اللي بيلعبوا في الدوري العام المصري عليهم مديونيه، وكله دخل جدول مديونياته وتمام، وسجل لاعيبته وخد كارنيهاتهم. طب انت سجلت لي لاعيبتي في الدوري على السيستم، وانا كده كده هدفع. اصل انا مش ههرب. ليه بقى؟ الحوار فين او المشكله فين؟ ده كل المواضيع اللي دايره اليومين دول في خلاصه كده، والكلام ده حقيقي من مصدر موثوق منه 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.